هذا هو الزرزور، أخطر رجل في العالم. إذا شاهدت هذا الفيديو من قبل ولم تفهم شيئا فهذا طبيعي، لذلك دعني أشرح لك ما يحدث. هذا المقطع صور عام 2010 بدون أي مؤثرات بصرية أو ذكاء اصطناعي، مجرد تصوير حقيقي كما هو. في اللقطة نرى فهدا يطارد غزالا بأقصى سرعته، وفجأة يظهر رجل من العدم يركض بسرعة مذهلة، يتجاوز الفهد ويمسك الغزال بيديه العاريتين. للتوضيح فقط، الفهد يمكنه الوصول إلى حوالي 60 كيلومترا في الساعة، بينما يدعي متابعو الزرزور أنه قادر على بلوغ 160 كيلومترا في الساعة. رقمك هذا يبدو مستحيلا علميا، وهذا تحديدا ما جعل الفيديو ينتشر كالنار في الهشيم. وليس هذا المقطع فقط، فالزرزور ينشر عبر حسابه مقاطع أخرى يظهر فيها وهو يجري بسرعات غير منطقية ويقفز لمسافات بعيدة جدا، مما جعل الإنترنت ينقسم تماما. هناك من يؤكد أنها خدعة متقنة تم التخطيط لها بعناية، بينما يعتقد آخرون أن الأمر يتجاوز التفسير الطبيعي. السؤال الآن، هل ما تراه مجرد تمثيل ذكي أم أن هناك شيئا لا نفهمه بعد؟ شاهد المقطع بعناية وقرر بنفسك ما الذي يحدث فعلا.